انا عايز اسالك سؤال فضولي شويه. هو مين اللي بيخترع الميلك تشيك الحلاوه والرز المعمر بالترافل بالكده يعني؟ هل ده تيم ولا بص بنخترع ويلا وزي ما تيجي الحاجات اللي لا هي ما بيجيش في فلاتات كده معينه انت وبتماركت عليها كمان، تعمل لها ماركتنج اكتر شويه. طيب كل واحد ليه دور ماشي. بس الفكره جايه من عندي، بس از ان ده ماي بوزيشن يعني. انا فروم دي 1 والار ان دي معايا من قبل ما نسميه ار ان دي يعني، من ايام ما كنا بنعمل منيو يعني فاهم. ايوه لكن دلوقتي بس انا مثلا ما كنتش اقدر اعمل ده غير لو انا متاكد ان في كولينيري شيف في ظهري قوي هيعرف ينفذ اللي انا بقوله. ساعات بقول حاجات اي حد يعني. انا اكتر ايتم بنبيعه في تشيلان سودا مكرونه جبنه سايحه فراخ كريسبي. التقليدي. لا مش تقليدي جدا. لو رحت لاي شيف شاطر يقول لك مش هحط فراخ كريسبي جوه مكرونه وايت صوص. استحاله، غلط يعني. كولينيري سكيلز او كولينيري ستاندردز غلط. بردوش ما ينفعش تحط حاجه بانيه جوه. بس انت معاك كولينيري شيف مؤمن بالتغيير وفليكسبل، فبقيت انا بحلم او ببقى شايف ان دي هتنفع وهو بينفذ اللي انا بقوله. حلو. وتيم بقى بيبيع. وانا في الاخر لما لو انت عندك الاولد فاشن سكول اللي هو لما تيجي تقول احنا عايزين نبيع رز معمر ترافل كباب حله، بالعقليته هيوقعك ان هو شايف ان هو مش حلو فمش هبيعه.